بالعباس انه تكون اغلبيه البرمجه من ولايه بالعباس، تقريبا احنا عندنا 23 فنان، 19 منهم من ولايه سيدي بالعباس، هناك 4 فقط، الشيخ بن لمو وحكيم صالحي منال حدلي وشاد محفوظ اللي راح يكونوا من خارج الولايه، لكن الاغلبيه من الولايه، الموسيقيين وقائد الجوق من ولايه سيدي بالعباس. اذا ولايه سيدي بالعباس طبعا اعطت الكثير لهذا التراث الجزائري، وتستحق ان يكون لها مهرجان خاص. ربما اليوم مادام مهرجان وطني يجب ان يتوسع. يوم السبت 9 أوت برئاسه سي حميد العياشي، رئيس الاصيل مدينه سيدي بالعباس والكاتب والصحفي وايضا غني عن التعريف، وربما ستكون ايضا فرصه لمناقشه كل الجوانب العلميه والاكاديميه. هذا الشيء راح نتركه للاختصاصيين يعني. هذه هي. اذا نتمنى ان جمهور مدينه سيدي بالعباس يكون حاضر. كان اختيار مسرح الهواء الطلق الصايم الاخضر لاحتضان الحدث. باغ اكزومبل احنا كنا هضرنا مع الضاحيه المسلحه توا في بالكم باش يكون مهرجان دولي. مهرجان دولي لان الراي لا كاين توصيل يكون هناك مهرجان اخر محلي لمدينه بالعباس يغنيو فيه غير ناس بالعباس. اليوم نظن اول مره في تاريخ المهرجان انه كاين 19 مغني من مدينه سيدي بالعباس. هذا علاش الناس ما شافتهاش. نظن ربما الواحد يشوف دائما كل الجوانب يعني. اليوم سيدي بالعباس عندها حصه الاسد في المهرجان، قلت لك 19 فنان باش يفوتوا 30 فنان. الساعه السخنه رانا معذبينو ديجا ب 6 ارتيست بارسواري. هل في رايك نقدروا نفوتوا 10 او 12 او 15 فنان في سهره واحده؟ هذا شيء غير معقول، غير معقول. يعني نظن حتى الواحد هذيك شويه ميتيتولوجي يقدر يعرف باللي سي سيليكسيون ما تنجمش تفوت الناس كامل. لو مونطون كو جو كومونيكي اللي راه عندي سي 15 مليون دو دينار بور 8 سواري، اور كو افون سيتي بلوس بور 5 سواري. هذه جو تيان ا لو بريسيزي. ثالثا بالنسبه لرينا راي كان اتصال مع وهو اول فنان اتصلنا به بالمشاركه في المهرجان. سي اون نيغوسياسيون دو ليتاشي. هذه كاين 21 او 23 فنان عفوا، كل واحد بالقيمه تاعو. احنا في اطار غلاف مالي محدد. الغلاف لما ما نقدروش عليه ما نقدروش عليه. الباب ماهوش مغلوق. سيرو في عطار حتى احنا ما غلطناش، احنا اعلنا على البرنامج، ولكن اذا اتفقنا معاه انا الاول اللي يكون سعيد باش يكون معنا. انا اول واحد نكون سعيد يعني، لانه اولا من غير الجانب القيمه تاعو تربينا عليه. انا واحد من الناس ربينا يعني ما كاش يقدر يكره. اليوم احنا نتكلموا على المهرجان الثقافي الوطني لاغنيه الراي اللي راح يكون ان شاء الله من 7 الى 10 أوت 2025 بمسرح الهواء الطلق الصايم الاخضر بمدينه سيدي بالعباس. اذا الافتتاح سيكون يوم 7 أوت. هذا المهرجان راح يعرف مشاركه 23 فنان، منهم 19 فنان من مدينه سيدي بالعباس. هناك اسماء كبيره، اسماء وازنه في الساحه الفنيه الرايويه، واحنا التركيز تاعنا راح يكون على الجانب التراثي. احنا نعرفوا الاغنيه العباسيه ربما عندها واحد الخصوصيه، الراي العباسي عنده خصوصيه. اليوم كاين عمل انه يكون هناك اعاده لبعض الاغاني التراثيه التي ربما شكلت تاريخ لهذه الاغنيه، وهناك اسماء كبيره من سيدي بالعباس وايضا ضيوف من خارج الولايه لانه مهرجان وطني. نتمنى انه الجمهور يكون متواجد بقوه. هناك ايضا تركيز على تهذيب الكلمات وعلى ربما اختيار الاغاني التي ستقدم والموسيقى التي ستقدم بما يناسب ربما الطبيعه الجزائريه، طبيعه المجتمع الجزائري. الانسان خصو يكون فرحان. لماذا هذا المهرجان عاود ولا بالعباس هذه الاولى، وثانيا معظم المغنيين هم من سيدي بالعباس، الفرقه الموسيقيه من سيدي بالعباس، كل هذا الناس يعني من سيدي بالعباس. دونك نقول انا هذه استنوبان لينا حنايا، هذه حاجه جات لينا، نحاولوا باش نديروها فرحه. خاطر بالسهل ان الانسان يلتقط خوه كاع كلنا نتناقض،
ولكن درك هذه عندنا 4 ايام، هذه 4 ايام نديروها واحد الفرحه، فرحه لولاد بلعباس ولد بلعباس نتاعنا، كيما مر المهرجان تاع الرقص شفتوا في واحد البهجه دونك ماذا بينا ان شاء الله فوتوا واحد السويعه انصوم، وهذه هي الدنيا سي كوم سا.